المعلم سيد الأسيوطي أكبر معلم في البلد كلها، أكبر راس في حارتنا، الناس كلها تعرفه. المعلم سيد هيبة وعز وفلوس وأملاك، معاه كل حاجة، غرقان في العز والفلوس. عنده قهوة كبيرة في نص الحارة ودكانين شغالين في كل حاجة، وعنده عمارة كبيرة بنيها في نص الحارة. المعلم سيد متجوز المعلمة دوسة مراته، متجوزها من زمان. ست انما ايه، قبها خالص، ست مدندشة كلها خبرة وباين عليها علامات الزمن، ورغم سنها الكبير الا ان المعلمة دوسة حلوة قوي وتتاكل اكل. انا شغال عند المعلم سيد من زمان، من وانا عيل صغير كنت شغال صبي صغير في القهوة، وابتديت اكبر واكبر عند المعلم سيد لحد ما بقيت دراعه اليمين. المعلم سيد رغم ان معاه كل حاجة يتمناها اي واحد فينا، الا ان المعلم سيد محروم من الخلفة يا ولده، ما بيخلفش. مراته المعلمة دوسة لفت على الدكاترة كتير وهي صغيرة، انما ما قدرتش تجيب له ولي العهد اللي يورث كل الممتلكات دي وكل الفلوس دي كلها. وطبعا المعلم سيد رغم كل العز اللي هو عايش فيه ده، الا انه عايش متعكن بسبب انه ملوش وريث يورثه ولا ابن يقف في ظهره. وعشان كده المعلم سيد كان دايما بيفكر انه يتجوز على المعلمة دوسة، لكنه كان بيخاف من المعلمة دوسة. اصل المعلم سيد رغم ان الناس كلها في الحارة بتخاف منه، الا انه بيخاف من مراته المعلمة دوسة. دايما كنت بقف ارص الشيشة للمعلم سيد، وجنب منه المعلمة دوسة قاعدة جنبه، وكنت بسمعها بتتكلم معاه وهي راسها براسه وبتزعق، وكان دايما بيطاطي راسه وما بيتكلمش. اصل المعلمة دوسة شخصية صعبة قوي، شخصية وهيبة زي جوزها بالظبط، وما ينفعش انه يتجرأ ويتجوز عليها. المعلم سيد كان راجل فيه كتير من المزايا، انما كان فيه عيب واحد محدش لاقيله حل، واول واحدة مش لاقياله حل هي المعلمة دوسة. المعلم سيد كل يوم حد بالليل بيقعد مع شوية صحاب، شوية معلمين كده بيتلم عليهم، وللأسف يعني بيشربوا خمرة. أيوة، والمعلم سيد كل يوم حد بالليل بيجي سكران طينة غرقان في الخمر، مش حاسس بنفسه ولا عارف بيقول ايه ولا بيعمل ايه. وبيرجع المعلم سيد مش شايف قدامه، بيطرطش بالكلام وخلاص، بيزعق بكلام ما يقولوش حتى عيل صغير. المعلم سيد بيقل من هيبته بالخمرة اللي بيشربها، وبيقل من نفسه لما بيتكلم زي العيال الصغيرة، وبيرجع مريل على نفسه ويفضل يزعق ويتكلم، وأي حد يقابله يتعارك معاه بسبب ومن غير سبب، وبيقول كلام ما يقولوش عيال صغيرة. قال ايه؟ المعلم بسيوني الجزار خطف منه حتة الشوكولاتة بتاعته، تدور العركة طول الليل بين المعلم سيد وبين اي حد تاني، بحجة بليدة، بحجة عبيطة ما يقولهاش عيل صغير. مرة علبة الشوكولاتة اتسرقت منه، ومرة حد دلق عليه مية وهو ماشي رغم انه ما حصلش، ويفضل تحت بيت الناس اللي هو شاكك وتخيل ان هم دلقوا عليه المية، ويفضل يتعارك للصبح ويشتم للصبح. وطبعا في نهاية كل ليلة من اللي بيسكر فيهم المعلم سيد كنت اروح لحد عنده
واستحمل ضربه واهانته، والف ايدي حوالين جسمه واخده وامشي لحد ما طلعه بيته ونيمه على سريره ووصله لحد المعلمة دوسة. ايوه، هي دي حياة المعلم سيد، هي دي حياة المعلم سيد، وهي دي افعاله. النهارده ليلة الحد، يعني كمان ساعة ولا 2 المعلم سيد هيجي وهو سكران طينه. ايوه، ليلة على قد ما بتضايق منها وبخاف منها، وبخاف من المعلم سيد وافعاله، بخاف لحسن يعمل حاجة تورطنا ويودينا في داهية وهو مش حاسس بنفسه. الا اني بعشق الليلة دي، ايوه بعشق الليلة دي. هتعرفوا ليه لما احكي لكم. فضلت قاعد مستني قدام قهوة المعلم سيد ما بتقفلش، بتفضل 24 ساعة، وانا دراعه اليمين، يعني لازم اطمن عليه انه روح البيت. فضلت قاعد مستني لحد ما عدى الوقت، ولمحت المعلم سيد كالعادة جاي من اول الشارع، جاي متدهول ومتمطوح وماشي مش حاسس بنفسه بسبب الخمرة اللي هو مقربحها طول الليل. ماشي يشتم في خلق الله من غير ما يعمل احترام لحد، ماشي وهو مش في وعيه. لحد ما المعلم سيد وقف قدام عم زغلول العجلاتي، ورفع المعلم سيد عينيه لفوق وابتدى يشتم في عم زغلول العجلاتي هو وعياله، وقال ده عم زغلول نايم مش حاسس بحاجه. قال ايه المعلم سيد بيشتم في عم زغلول العجلاتي بحجة قال انه ما سابش النور قايد بالليل عشان المعلم سيد يمشي تحت النور. واتكعبل المعلم سيد، اتكعبل في طوبة كبيرة، واعتبر ان السبب في اللي حصل ده هو عم زغلول العجلات عشان ما قادش النور عشان يخليه يشوف وهو راجع. وابتدى طبعا عم زغلول العجلات يبقى هو ضحية المعلم سيد بتاعة النهاردة، بتاعة السكر والعربادة اللي هو فيها. وابتدى المعلم سيد يشتم في عم زغلول العجلات. كل أهل الحارة صحيوا وابتدوا يبصوا على المعلم سيد، في منهم اللي بيبقى خايف وفي منهم اللي بيبقى بيضحك ومداري ضحكته. محدش قد المعلم سيد ومحدش قد مشاكله وشروره. وطبعا كالعادة قمت من مكاني ومشيت ناحية المعلم سيد ومديت ايدي حطيتها حوالين كتافه وقلت له يلا معلم سيد، يلا بدل ما الناس بتبص علينا تعالى طلعك البيت. بصلي المعلم سيد بغضب، زقني وهو بيتمطوح وبيقول انت مين ياض؟ انت عيل خدام، ازاي تتكلم معايا بالطريقة دي؟ ده نقلع الجزمة واضربك بيها. ووطى المعلم سيد وهو بيتمطوح عشان يقلع الجزمة ويضربني بيها. ما هو كان بيعمل كده كل مرة، ولأن المعلم سيد مش مسيطر على جسمه ولا قادر يسيطر على كيانه، وقع المعلم سيد، وقع وهو بيوطي يقلع الجزمة عشان يضربني بيها. بصيت حواليا لقيت الناس كلهم بصين عليا وبصين على المعلم سيد وهو واقع في الأرض. مديت ايديا وحطيتها تحت دراعات المعلم سيد عشان اقومه، وبصيت له وقلت له قوم يا معلم سيد اخذ شيطان، قوم اطلعك بيتك وانومك في سريرك. بصلي المعلم سيد، حب يزقني تاني لكني حاولته بكل قوه وجرجرته ناحيه البيت بتاعه، ناحيه بيت المعلمه دوسه. وطبعا طول الطريق المعلم سيد بيضرب فيا وبيشتم فيا بأسوأ الألفاظ، لكني مضطر استحمله، المعلم بتاعي وانا مضطر استحمله. وفضلت اجرجر المعلم سيد وانا بطلعه على السلالم لحد الدور التاني. وهناك بعد معاناة طبعا بعد ما وصلنا للدور التاني لقيت المعلمة دوسة فاتحة الباب وحاطة ايديها في وسطها بتبص للمعلم سيد وانا مجرجره في ايديا. واتنهدت وهي بتقول بغضب احنا ربنا بقى مش هيتوب علينا من عملتك السودة دي يا سيد؟ فرجت علينا العالم كلها وشمت فينا العدة. هزيت دماغي وانا بجرجر المعلم سيد
وهو مش حاسس بنفسه وعمال يشتم وعمال يتكلم كلام مش مفهوم. وضحركت عيني على المعلمة دوسة. المعلمة دوسة اللي كانت لابسة روب شفاف وتحت منه قميص نوم بلدي من اللي هي بتلبسهم. صحيح المعلمة دوسة رغم إنها كبيرة في السن إلا إنها ست كلها خبرة، ست عاملة زي قالب الملبن، زي قالب القشطة، الصدر الفاير اللي زي المرمر، والرجلين الملفوفة، والسمانات اللي تتاكل أكل. حلوة قوي المعلمة دوسة. أكلت المعلمة دوسة بعينيا ودخلت بالمعلم سيد من الباب. وسعت لي المعلمة دوسة ورجعت بظهرها لورا، مشيت بالمعلم سيد لحد ما وصلته لأوضة نوم. ما أنا عارف البيت كويس. نومت المعلم سيد على السرير وابتديت أقلعه هدومه وسبته بهدومه التحتانية نايم بيخطرف وبيتكلم. دخلت المعلمة دوسة، دخلت ورانا أوضة النوم، حطت إيديها في وسطها الطري واتميلت بقوامها اللي زي الملبن وبصت على المعلم سيد وقالت: جرى إيه يا سيد؟ انت مش هتبطل اللي بتعمله ده، انت كبرت خلاص، ما بقتش حمل البهدلة اللي بتعملها في نفسك دي. لكن المعلم سيد ما ردش عليها، ما كانش حاسس بحاجة. الخمرة كانت مغيباه عن الدنيا وعن العالم. ورجعت أتأمل المعلمة دوسة بعينيا، أكلها بعينيا، أكل الروب اللي هي لابساه وتحت منه القميص البلدي اللي مبين نص صدرها الفاير. رجعت أتأملها وهي بتميل على المعلم سيد وبيتكب لحم صدرها من القميص اللي لابساه، وبتقول للمعلم سيد: نام يا سيد، نام وارتاح للصبح، والصباح رباح. وفجأة دق قلبي وتهز كل كياني وانا بتأمل جسم المعلمة دوسة بعينيا. لما دحرجت المعلمة دوسة عينيها ناحيتي وجت عينيها في عينيا وشاورت لي بدماغها، شاورت لي إشارة أنا عارفها كويس. أيوة، وقادت النار في كياني. حسيت بجسمي كله بيتملي رغبة اتنفضت في مكاني وهي المعلمة دوسة بتقولي: روح انت يا إبراهيم، متشكرين. هزيت دماغي وبصيت للمعلم سيد وقلت لها: ابقي طمنيني الصبح على المعلم. مشيت على طول لكني ما مشيتش بره الشقة وما خرجتش بره البيت. أيوة، أنا مشيت على الأوضة التانية اللي جنب أوضة المعلم سيد، وفتحت باب الأوضة ودخلت. الأوضة كان فيها سرير كبير وكنبة وشوية كراسي وترابيزة كبيرة. ورجعت ألف بعينيا جوه الأوضة. بعد شوية اتنفضت في مكاني لما اتفتح عليا الباب فجأة وبانت قدامي المعلمة دوسة. فتحت الباب ودخلت وقفلت الباب وراها وتلوت قدامي المعلمة دوسة، اتلوت بجسمها الفاير وقوامها الطري. أكلتها بعينيا، بحلقت فيها زي ما كنت ديب جعان. قربت مني المعلمة دوسة وهي بتقول: ازيك يا إبراهيم، وحشتني يا ولد. وقفت في مكاني قربت بجسمي من جسمها ومديت ايديا، حاولت جسمها اللي كله خبرة بايديا وضمتها زي المجنون في حضني وانا بقول لها: وحشتيني قوي يا معلمة. ودخلت المعلمة في حضني، سابت لحمها الطري بين ايديا وضغطت عليها. ابتديت اتحسس جسمها في ايديا وفجأة بصيت حواليا وبصيت تاني في عينيها وقلت لها: هو مفيش عشاء النهاردة ولا ايه؟ شاورت لي المعلمة دوسة بطرف عينيها ناحية الترابيزة الكبيرة اللي كان فوقيها صينية متغطية. وسبت المعلمة دوسة من ايديا وجريت ناحية الصينية. بصراحة كنت جعان قوي. ورفعت المنديل الكبير من فوق الصينية ولقيت قدامي ما لذ وطاب. أيوة، لقيت قدامي فراخ ولحم وطبيخ. وغطست في الأكل، ابتديت أكل بكل شراهة أصلي كنت جعان قوي. وفجأة حسيت بجسم المعلمة دوسة الطري بيقرب مني وبيلزق فيا. لفيت ناحية المعلمة دوسة اللي حطت ايديها في شعري
وابتدت تلعب في شعري بايديها وتلزق جسمها في ظهري، وهي بتقول لي: جرى ايه يا ابراهيم؟ انا مش وحشاك ولا ايه؟ ما تخلي الاكل بعدين. وهزيت دماغي ولفيت للمعلمه دوسه بجسمي كله، ومدت المعلمه دوسه ايديها وقلعت الروب اللي كانت لابساه ووطت قدام مني واتدلدق لحمها من كل حته من فتحات القميص، وفجاه قلعت القميص اللي هي لابساه برقت بعينيا وانا ببص للمعلمه دوسه زي المسحور، ببص لجسمها اللي كله خبره اللي زي المرمر، وفتحت حضني وانا بقول: تعالي يا معلمه تعالي. ودبت في حضن المعلمه دوسه زي ما انا متعود ليله كل يوم حد لما يسكر المعلم سيد ويغيب عن وعيه، انا كمان اغيب عن وعي في حضنها، في حضن المعلمه دوسه. بتمر الايام وكل حاجه على حالها. طول الاسبوع بستحمل اهانه وشتيمه وضرب من المعلم سيد ومراته المعلمه دوسه، ويوم الحد كل حاجه بتتغير لما يسكر المعلم سيد ويغيب عن وعيه، وانا كمان بسكر وبغيب عن وعي بس في حضن المعلمه دوسه، بتهنى بيها وبتمتع بكل حته في جسمها اللي كله خبره، وبتعدي ايديا على كل حته من منحنياتها. دوسه بتبقى متغيره، بتبقى شخصيه تانية في اليوم اللي بتستناني فيه. ايوه، بيغيب المعلم عن الوعي وبينام في سريره، وانا والمعلمه دوسه بننام في سرير واحد واتهنى واتمتع. هعوز ايه اكتر من كده؟ المعلمه دوسه في اليوم ده بتاكلني احلى اكل وبتديني احلى فلوس. هعوز ايه اكتر من كده؟ يبقى لازم استحمل الاهانه ولازم استحمل الضرب طول الاسبوع من المعلم والمعلمه. ومرت الايام وكل واحد على نفس حاله زي ما هو، المعلم زي ما هو والمعلمه زي ما هي وانا زي ما انا، لحد ما في يوم حصلت حاجه محدش كان متوقعها ابدا. كان في بنتين بيبيعوا خضار، انصاف وهدى كانوا بيبيعوا خضار على اول الحاره. كانوا 2 ستات حلوين ما تعرفهمش جم منين وعرفوا حارتنا ازاي، انما كل يوم كانوا يجوا يبيعوا خضار على اول الحاره ويمشوا. كانوا غلابه، اهل الحاره كانوا بيتعاركوا معاهم وعايزين يطردوهم، لكن فجاه كده ما تعرفش ايه اللي حصل وقلب المعلم سيد اتحنن عليهم ازاي، وبقى بيدافع عن انصاف وهدى ومنع ان حد من اهل الحاره يأذيهم، وقال ان الستات دول في حمايتي، دول جايين ياكلوا عيش وجايين يسترزقوا وما يصحش نأذيهم ولا نكرشهم ولا نطردهم من الحاره. ومرت الايام وتاري المعلم كان في دماغه حاجه تانية، ان البت اللي اسمها انصاف كانت عاجبه المعلم، كانت عاجباه وداخله دماغه، وتاريه كان بيخطط عشان يتجوزها. ايوه، وبين يوم وليله مش عارف ايه اللي قوى قلب المعلم سيد بالطريقه دي، ووقف قصاد المعلمه دوسه يتحداها وقال لها انه هيتجوز ومفيش قوه على الارض هتمنع جوازه ده من البت انصاف. وحاولت المعلمه دوسه انها تمنع المعلم عن كده لكنها ما قدرتش. ما انساش ابدا في ليله من الليالي وهي المعلمه دوسه في حضن عريانه، ضمتها بكل قوه وبصيت لها وقلت لها: وبعدين معاك يا معلمه، انت زعلانه كده ليه؟ هزت دوسه دماغها، اتعدلت بجسمها العريان في حضني وهي بتقول: بقى على اخرة زمن المعلم سيد يقل مني ويتجوز البت بياعة الخضار دي. ضميت المعلمة دوسة في حضني، مديت ايديا وفرقت حتة من لحمها وانا بقول لها: طب وهو فيها ايه؟ يتجوز عليك ولا ما يتجوزش؟ هو يلزمك في اي حاجة؟ وميلت عليها
قربت منها اكتر وانا ايدي بتسرح في كل حتة من جسمها، وقلت لها طب ما انت متجوزاني عليه وبنعمل كل اللي احنا عاوزينه. بالعكس انت تسيبيه يتجوز يا معلمة، سيبيه يتجوز ويغيب عنك نص الاسبوع بحاله، وبدل ما بنتقابل يوم واحد في الاسبوع هنتقابل يومين و3 و4، وهيجمعنا سرير واحد انا وانتي مرة و2 و3، مش يوم واحد بس. وهزت دوسة دماغها، رفعت حاجبها الرفيع لفوق وهي بتقول هنشوف يا ابراهيم. وهزت دماغي. صحيح دوسة وهي في حضني عريانة بتبقى زي العيلة الصغيرة، لكن ما ننساش ابدا انها معلمة ودماغها سم، وممكن تعمل اي حاجة. مرت الايام والمعلم سيد اتجوز البت اللي اسمها انصاف. اتجوز البت اللي اسمها انصاف وخد لها شقة على اول الحارة، وفضل يقسم الايام ما بينها وبين المعلمة دوس. ده اكتر من كده، بقى بيقضي معظم ايامه مع العروسة الجديدة طبعا، لانها بنت صغيرة كلها شباب وصح، مش زي المعلمة دوسة اللي كبرت في السن. ولقيت نفسي بقضي معظم الوقت مع المعلمة دوسة في بيتها، ببات معاها في بيتها طول الوقت لان المعلم ما بيروحش عندها. المعلمة دوسة بقت ملكي ليل ونهار، وانا اللي استفدت اكبر استفادة من جواز المعلم سيد من البت انصاف. بقيت اقضي اغلب الوقت مع المعلمة دوسة، اتهنى بيها وبفلوسها وباكلها وبشربها، وبيجمعني بيها سرير واحد كل يوم. حاولت اعوضها عن جوزها اللي غاب عنها واللي فضل عليها البت بيعة الخضار، لكن اللي حصل بعد كده ما كانش ينفع يتسكت عليه، وخصوصا ان البت بيعة الخضار، البت انصاف العروسة الجديدة مرات المعلم سيد بقت حامل. شالت عيل من المعلم سيد، وكده الحقيقة بانت. العيب في الخلفة مش من المعلم سيد، العيب في الخلفة من المعلمة دوسة. وعشان كده المعلم سيد لما اتجوز مراته حملت على طول، وبقى المعلم سيد فرحان وهيطير من الفرحة. بقى المعلم سيد خلاص مستني ولي العهد اللي هيورث كل حاجة. لكن المعلمة دوسة قادت نار، اتجننت، الغضب ملا كيانها. وفي ليلة منساهاش، كانت نايمة قدامي عريانة، دحرجت عينيها ناحيتي وهي بتقول بغضب هادر اللي حصل ده ابراهيم ما يتسكتش عليه. انت ملاحظ المعلم ما بقاش يجي عندي خالص، وكمان بطل يسكر كل اسبوع علشان بسلامته فرحان بالعيل اللي جايله. هزت دماغي وقلت لها طب وهو انت ناقصك اي حاجة يا معلمة؟ ما انت بيبعتلك الفلوس اللي انت عاوزاها وانا معاكي ليل نهار، يبقى ناقصك ايه بالظبط؟ هزت المعلمة دماغها، اتعدلت قدامي، اترجرج صدرها الفاير قدام عينيا وهو عريان، وبصت لي وقالت يا واد انت عيل غشيم، معنى ان المعلم هيجيله عيل يبقى البت بيعة الخضار هتسيطر على المعلم بالعيل اللي جابته وهتاخد منه كل فلوسه، وزي ما منعته انه يجي عندي هتمنعه انه يبعت لي اي فلوس، ومش بعيد يكتب لها هي وابنها كل حاجة، القهوة والدكاكين والعمارة. هزيت دماغي، برقت بعينيا، ميلت عليها وقلت لها ده لو عمل كده يبقى مجنون، عندك حق يا معلمة، دي حاجة تقلق. هزت المعلمة دماغها، اتعدلت قصادي بجسمها العريان ومدت ايديها وحوطتني من رقبتي بدراعاتها العريانة وقربت مني وهي بقول لك ايه يا واد يا ابراهيم، احنا عاوزين نخلص من البت دي وابنها من قبل ما تولد. برقت بعينيا، بصيت للمعلمة دوسة وقلت لها انت بتقولي ايه يا معلمة؟ قربت مني المعلمة دوسة، بصت في عينيا، ضمتني ناحية لحمها الطري وهي بتقول انا عاوزاك تقتل البت دي يا ابراهيم، اقتلها وخلصنا منها. وبرقت بعينيا، اترعشت في حضنها
وانا بقول لها: ايه اللي بتقوليه ده يا معلمه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ هو انا قتله؟ هزت المعلمه دماغها، ضمتني اكتر في حضنها، حسيت نفسي بغوص في لحمها الطري وهي بتقول: يا واد مفيش صرفه غير كده، ولا انت مش عاوز تاكل احسن اكل وتشرب احسن شرب وتاخد الفلوس اللي انت عاوزها مني؟ طول ما انا ما معيش فلوس هديلك منين يا غشيم؟ وهزيت دماغي، برقت بعينيا اترعشت وانا بقول للمعلمه دوسه: عندك حق، عندك حق يا معلمه دوسه، عندك حق. زي ما اتفقت انا والمعلمه دوسه، المعلمه دوسه عملت مشكله كبيره مع المعلم سيد، وطلبت منه انه لازم يجي يبات عندها ليله ولا 2، وقالت له انها هتعمل مشاكل كبيره لو ما جاش يبات عندها. وقصاد الضغط المعلم سيد ضحى بليله ولا ليلتين يباتهم بعيد عن عروسته، وقرر يباتهم مع المعلمه دوسه. وهو ده كان المطلوب، وهو ده كنت اللي انا عاوزه. وفي نص الليل حطيت طاقيه على دماغي، ولبست جاكيت مقفول على وداني، ومشيت وانا مخبي سكينه كبيره جوه الجاكيت اللي انا لابسه. وطلعت سلالم العماره اللي ساكنه فيها العروسه الجديده، البت انصاف بياعه الخضار، مرات المعلم سيد. وطلعت من جيب المفاتيح اللي عطتني المعلمه دوسه نسخه منهم، المفاتيح اللي بتفتح باب الشقه بتاعه البت انصاف. وفتحت الباب ودخلت وانا بترعش وبتنفض. كان النور مطفي في الشقه كلها. نورت نور الموبايل الضعيف ومشيت وراه لحد ما وصلت لأول أوضة، وهناك لقيتها نايمة جوه الأوضة ومتغطية، نايمة وغرقانة في النوم. قربت منها أكتر وأكتر، ما قدرتش أرفع الغطا عنها، خفت لحسن تصحى وتعرفني. ومديت إيديا، طلعت السكينة الكبيرة ونزلت بيها على جسم البت أنصاف، مرة واتنين وتلاتة. ولمحت الدم طالع من جسمها زي النافورة، ومغرق الملاية ومغرق الغطا. وجريت بسرعة ونزلت من بيت أنصاف وانا بنهج. ودخلت بيتي، قفلت عليا باب بيتي وانا بقول لنفسي: عملت اللي انت عاوزاه يا معلمة دوسة. ما نمتش طول الليل. القتل مش حاجة سهلة، وانا قتلت البت انصاف اللي ملهاش اي ذنب ولا عمرها ضرتني في حاجة. لكن انا لازم اريح المعلمة دوسة عشان ارتاح انا. وتاني يوم الصبح من النجمة فجأة رن عليا جرس الباب. اتنفضت في مكاني، اترعشت، قربت من الباب وفتحته، واتفاجئت وسعت عينيا لما لقيت قدامي المعلمة دوسة. دي أول مرة تيجي عندي البيت، يا ترى في إيه؟ برقت بعينيا وبصيت لها، وسعت لها السكة ودخلت وهي بتعدل طرحتها. وبصيت لها وقلت لها بخبز: جرى إيه يا معلمة؟ أنت جاية تطمني ولا إيه؟ جاية تطمني إني قتلتلك البت أنصاف؟ وسعت عينين المعلمة بكل غضب، بان الغضب والحقد في عينيها وهي بتقول لي بغضب رهيب: جاية اطمن على خيبتك يا ابراهيم، انت ايه اللي عملته ده؟ برقت بعينيا، قربت منها وقلت لها: عملت ايه يا معلمة ولا مؤاخذة؟ عملت اللي احنا اتفقنا عليه، قلتي لا اقتل البت انصاف مرات المعلم وقتلتها. مدت المعلمة دوسة ايديها وطبطبت على كتفي بكل استهزاء، وابتسمت في غضب زي ما تكون شيطان وهي بتقول لي: يا خيبتك يا ابراهيم، اللي انت قتلتها دي مش انصاف مرات المعلم، انت قتلت البت هدى صاحبتها، اخدتها تبات معاها وهو المعلم غايب عنها، وانت بكل غشامة دخلت وقتلت من غير ما تعرف بتقتل مين ولا بتذبح مين يا ابراهيم. برقت بعينيا، اتجمدت في مكاني، حاولت اتكلم لكني ما قدرتش. وقربت مني المعلمة، اتنهدت في حسرة وهي بتقول: انت قتلت البت اللي ملهاش دعوة بالموضوع، اما انصاف وابنها لسه عايشين يا غشيم.
واتسمرت في مكاني، برقت بعينيا واترعشت وانا بقول معقول ده حصل، معقول ده حصل. كل اهل الحارة كانوا زعلانين على البت هدى البياعة المسكينة اللي اتقتلت من غير سبب. كان في كلام كتير في الحارة، ناس بتقول ان القاتل حرامي دخل يسرق ولما البت شافته قتلها، وناس تانية بتقول ان الواد هو عشيق البت هدى وقتلها عشان اختلفوا مع بعض. محدش يعرف الحقيقة غيري، ان انا اللي قتلت هدى بالغلط. قتلتها بالغلط لاني كنت عايز اقتل انصاف وابنها، لكني للأسف غلطت. ومر يوم واتنين وانا بحاول اكون على طبيعتي. نزلت الشغل في القهوة، كان المعلم هيتجنن، نقل البت انصاف وابنها لمكان تاني بعيد. هو كان قلقان عليهم بعد اللي حصل. لكن ليلتها بعد العشاء فوجئت بالبوليس بيقرب من القهوة، ضابط وعساكر بيتلفوا حوالين القهوة. وقرب مني الضابط وانا قلبي بيترعش وانا جسمي كله بيتنفض. ولقيته بيقول لي انت ابراهيم؟ هزيت دماغي، بصيت له وانا بترعش وقلت له ايوه يا بيه انا ابراهيم. قرب مني الضابط، ميل عليا وقال الكاميرات اللي في المحلات اللي حوالين بيت الست انصاف بتوضح انك كنت انت اللي طلعت بيتها ليلتها ساعة الجريمة، والتحريات كلها بتدل ان انت اللي دخلت بيت الست انصاف وقتلت البنت هدى البياعة. حصل ولا ما حصلش يا ابراهيم؟ كلمني الضابط بكل حدة. برقت بعينيا، بصيت حواليا للناس كلهم اللي بيبصوا عليا واولهم المعلم سيد، اتنهدت وانا ببص في الارض. لكني ما كنتش عارف اجاوب على الضابط اقول ايه، ما كنتش عارف اتكلم وارد عليه اقول له ايه. وافتكرت كل حاجة، افتكرت لحظات حياتي مرت قدامي زي شريط سينما. شفت قدامي المعلمة دوسة وهي عريانة في حضني، شفت قدامي البهدلة والضرب والشتيمة اللي كان بيشتمها لي المعلم سيد. شفت قدامي كل حاجة مرت عليا من أيام ما كنت عيل صغير لحد ما كبرت وبقيت الدراع اليمين للمعلم سيد. شفت قدامي أول يوم المعلمة دوسة سلمتني فيه نفسيها وقلعت عريانة قدامي ووهبتني جسمها واتمتعت بيها. وهزيت دماغي وانا ببص للضابط اللي بيبص لي بكل حته وحوالين منه العساكر. بصيت لأهل الحارة اللي كلهم بيركزوا بعينيهم عليا مستنيني اجاوب على الضابط ودافع عن نفسي واقول له ما حصلش. لكني ما قدرتش اتكلم وارد عليه، ما قدرتش اتكلم ابدا. استنونا مع حكاية جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.